جوهرة غانا وافضل لاعب صاعد داخل القاره بديل الضو السوبر عبد العزيز عيسى، الموهبه اللي بتقدم مستوى كبير هذا الموسم، اللاعب اللي بيحلم للعب في النادي الاهلي. في الحلقه دي هقول لك ليه هو مفيد للاهلي وهل يقدر يقدم اضافه، وليه انا بقول لك ان الصفقه سوبر. كل ده واكتر هتعرفه اثناء الحلقه. فواحد اللي صلى على النبي واعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة. عبد العزيز عيسى هو لاعب غاني الجنسية، مواليد 2005، يعني عنده 18 سنة في الوقت الحالي، بيلعب وينج رايت وبلاي ميكر. الجميل انه يقدر يقدم اضافة في المركزين بشكل هايل. على مستوى صناعة اللعب هو لاعب عنده رؤية ممتازة وعنده قدرة هايلة في التحرك ما بين الخطوط، ويكون خيار جيد جدا لاي لاعب حامل الكوره. هو اللي عنده الفكره، هو اللي عنده الرؤيه، هو اللي قادر ينقل فريقه بشكل كبير. بصير وجوده الباص بتاعته مميزه، الكره تحت رجله بتخرج بس بحساب وبيشكل خطوره كبيره بغض النظر هو بيلاعب مين. على مستوى الجناح بيقدر يستغل سرعته بشكل هايل في المساحات، تسديداته قويه وبيسدد من وضعيات مختلفة. الفكرة هنا انك ممكن تشوف ان الكرة دي صعب تيجي هدف، ولكنه بيسدد ويسجل هدف. الفكرة هنا ان لو الحارس غلط يقدر يسدد من نص الملعب ويسجل هدف برضه، وده اللي خلاه سجل الموسم ده حتى الان في الدوري 6 اهداف وصنع هدف في 16 مباراة فقط، ودخل صراع كبير جدا مع اكبر لعيبة في العالم، بانه من اكتر اللاعبين في المرحلة السنية دي قدر يساهم باهداف على مدار الموسم. دايما حاضر في المباريات الكبيرة في الدوري ولافت الانظار بقوة، وحصل على جائزة افضل لاعب صاعد الموسم اللي فات، وفعلا بيقدم مستوى هايل. مش يمكن يا طوفان هو لاعب محلي وما يقدرش يقدم مردود قوي في البطولات الافريقيه؟ تعال اقول لك، عبد العزيز عيسى على مستوى الكونفدراليه الافريقيه هذا الموسم بيقدم مستوى هايل، ويمكن يكون من ضمن افضل 3 لاعبين على مدار البطوله حتى الان، لانه لعب 10 مباريات، سجل 4 اهداف وصنع هدفين، وقدم مستويات هايله جدا، ودايما مؤثر في الملعب وبيقدم اضافه كبيره لفريقه، وكان قادر يقود فريقه مع زون انتوي انه يلعب نص النهائي قدام الزمالك. طبعا كلامي عن دريمز الغاني، وقدم مردود جيد في القاهره، لانه في اكتر من لعبه كان قادر ينقل الكره لقدام بشكل جيد، وصنع اكتر من فرصه كانت ممكن تنتهي بهدف، ولكن جوده الانهاء يعني كانت بعافيه. اللي عاوز اقوله ان الاشاده هنا مش بسبب مباراه الزمالك، ده لانه ما قدمش نص المستوى المعهود بتاعه، بس كان واضح انه لاعب مختلف. وهنا السؤال المهم، ليه الاهلي في احتياج للاعب زي ده؟ الموسم اللي جاي الضوي اصبح لاعب فوق السن، يا اما تخرجه اعاره يا اما يتم كيده من ضمن ال5 اجانب اللي عندك، وده مش هيحصل اطلاقا، ما تحلمش يعني، لانه ما بياخدش عدد دقايق كبير، ما بيشاركش اساسا، والموضوع صعب جدا. علشان كده استغلال اللاعب تحت السن مهم، ولو دورت داخل القاره مش هتلاقي لعيبه كتير يعني تفيد النادي الاهلي، ولكن اللاعب ده هو فعلا اضافه كبيره. يقدر يلعب وينج رايت مع تاو، المكان اللي جربت فيه اكتر من لاعب، واظن يعني كان الموضوع صعب ان حد يعوض غياب بيرسي تاو. تقدر كمان تلعبه ثالث في نص الملعب مع امام ومروان، او حتى تلعبه وينج ليفت. الخلاصه كده هو يقدر يديك اضافه في اكتر من مركز بشكل هايل جدا. طب قول لي يا طوفان، هل المفاوضات صعبه؟ اقول لك لا طبعا، وبما اني متواصل دايما مع اللاعب فهو يتمنى انه ينضم للاهلي، وقلب النص انه حلم من احلامه، والقيمه اللي هتشتريه بيها يعني مش كبيره اطلاقا، بغض النظر ان قيمته التسويقيه 100,000 يورو، ولكن لو حبيت تضمه مش هتدفع رقم كبير اطلاقا بالمقارنه يعني مع اللعيبه اللي انضمت وما قدموش اي حاجه. وانا عاوز اقول لك ان الفايده هنا هتكون ضخمه جدا، لانه لاعب صغير في السن، متمارس في افريقيا، عنده جوده عاليه وامكانيات مبشره وارقامه جيده ونسبه فعاليه كبيره فعلا، وعنده الرغبه انه يلعب للاهلي، والدوافع بتاعته هتكون مختلفه لانها نقله كبيره جدا بالنسبه للاعب. يعني انت مش خسران حاجه، لانه لو حتى ما كانش موفق مع الفريق هو لسه صغير ويقدر يطلع اعاره يكتسب خبرات ويرجع مرة تانية. ولكن انا بشوف انه يقدر يقدم اضافة للاهلي في الوقت الحالي كمان، وبشوف انه فعلا صفقة عالية والاهلي في احتياج ليها، واتمنى يعني يتم التفكير فيه باذن الله. وكل اللي عليك دلوقتي انك تعمل شير الحلقة علشان توصل لاكبر عدد من الناس، ونستفاد بموهبة ممتازة جدا ممكن نندم عليها بعد كده لو خرج لاوروبا. وهستنى الكومنت بتاعك وتقولي في الكومنتات تحت، هل اللاعب ده لو انضم للاهلي هيكون اضافة؟ وهل انت شايف انه لاعب مختلف ومكسب كبير لسكواد مارسيل كولر، ولا انت شايف ايه؟ واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير، سلام.